بالنسبة يا اخوانا للمغرب، عايز كمان في موضوع طرح وعايز اعلق عليه على السريع. الآن للأسف الشديد الآن هناك هجمة شيعية على بنات المغرب. للأسف الشديد الآن الشيعي يذهب، إذا كان عراقي أو كويتي أو سعودي، يذهب إلى المغرب فيتزوج المغربية على أنه خليجي، ما يقول أنه شيعي، وتتفاجأ المرأة المغربية بأنه شيعي بعد ذلك. بس هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ ما باليد حيل. ويبتدي يقنعها ان احنا دين واحد وان احنا ما بنسب الصحابة، وبعد كده لما يخلف منها عيل او عيلين يتضح ليها الموضوع. فالله المستعان. فاهلنا في المغرب ياخدوا بالهم من الموضوع ده. هم حبوا يعملوه من مدة كده طويلة في مصر هنا، ولكن بفضل الله السلطات المصرية انتبهت للموضوع وابتدت تدقق في موضوع زواج المصريات من الأجانب بالذات، وتتحرى عن الرجل قبل أن تعطيه الفتاة المصرية. فيا إخوانا ربنا يبارك فيكم، يا ريت تنشروا الفيديو ده ويكون تنبيه للأخوات في المغرب والأهلنا الموجودين في المغرب.